يحضر مليح يقدر يفوز، لانه كل الظروف مواتيه هنا في الدوره هذه. انا قلت نتكلم لك على المجموعه الاولى اللي نشوفوا فيها المغرب والمالي، زامبيا والجزر القمر. كما نقولوا شغل ان جروب ماشي قوي بزاف. انا نقول بالك المالي والمغرب هو اللي نرشحوه باش يكون في الاول والمرتبه الاولى والمرتبه الثانيه. وتستبعد منتخب زامبيا من التاهل عن هذه المجموعه؟ ما نقولكش نستبعد، لكن شغل لي فافوري سور بابي، لي فافوري سور بابي تلقى الماروك والمالي. لكن كره القدم الحاليه انا قلتها لك من قبل، المنتخبات كلها تطورت، مي توجور قاعد البورسونتاج تاع ليكسبيريونس تاع لي جوار اللي يديروا لا ديفيرونس. كي تشوف انت الكاليتي الجوار تاع المالي وتاع المنتخب المغرب. المالي كان قاب قوسين او ادنى من التاهل الى كاس العالم، لكن في اخر المطاف لم يتأهل. نو سي اون ايكيب اللي صافي بيان لونطون نشوفوا فيها تحسنت الكره الماليه بارابور مام في لي كومبيتيسيون. نشوفوهم يروحوا لي كارت فينال وانت كي ينهزموا بضربه ترجيح. مع المنتخب اللي عنده كلمته في افريقيا، عنده سمعته في افريقيا. سي بور سا قلت لك بينه وبين زامبيا وجزر القمر جو بونس كو المالي والمغرب هو اللي مرشحين في هذه الدوره. رفيق واحد في هذه المجموعه، في هذه المجموعه رفيق واحد. لا اكيد كي تشوف انا في الدور الاول معاد، الدور الاول يمكن 24 منتخب يعني باش الاحتمالات. احنا حتى نتطرق نستعرض من البدايه. احنا في بدايه عشيه انطلاق الكان نستعرض مجموعه بمجموعه المنتخبات، وبعدها يمكن من خلال المستوى من خلال المباراه الترتيب في المجموعه كما مترتبين في الطابلوه. عندك المغرب المرشح الاول، عندك مالي المرشح الثاني، عندك زامبيا المرشح الثالث، وجزر القمر يجي في اخر الترتيب. وبالتالي اعتقد انه في هذا الدور الاول، ونادرا اعتقد ما عنديش لي شيفر اكزاكت، نادرا انه منتخب البلد المنظم يخرج من الدور الاول. صارت لتونس في 94 مثلا. اعتقد انه اسكو لو سول كا ما عنديش يعني الاحصائيات الدقيقه. السلام عليكم خوتي خواتاتي، صافا لاباس عليكم؟ نتمنى نهاركم يكون داز مزيان ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا اول تعليق للاعلام الجزائري على مجموعه ديال المنتخب الوطني، وشكون اللي غيترشح فيها كاول وكثاني وكافضل ثالث. وواحد الحاجه اللي بغيت نشر لها هو ان واحد الجزائري واحد قال لهم ان المنتخب المغربي بطبيعه الحال هو بلد مستضيف، حاجه طبيعيه انه غيكون هو المتصدر. وخونا الجزائري الاخر قال له لا، راه المنتخبات بحال مجموعه اللي عاديه. قالوا ماشي يجي مجموعه اللي قويه، يعني ممكن ان اي منتخب يتصدر هذه المجموعه. المهم خوتي واحد الفيديو اللي اكثر من رائع كيستحق المشاهده، غنخليكم تشوفوا وتحكموا وتعطيونا الاراء ديالكم ونتلاقاو في نهايه الثلثين. ما داوش لا كوب دافريك بس 57 اليوم. عندك الطبعات اللي داو فيهم لا كوب دافريك ادوميسيل. 59 مصر داتها في بلادها، كانت الجمهوريه العربيه المتحده كانت مصر. 63 غانا في بلادها. 70 السودان في بلاده. 78 الغانا في بلادها. 80 نيجيريا في بلادها. 86 مصر في بلادها. و90 الجزائر في بلادها. 96 اول مشاركه لجنوب افريقيا بعد سقوط نظام الابارتايد خداو لا كوب دافريك 96. ثم 2004 تونس في بلادها، جوست ابري مصر في بلادها. دوبي 2006 17 سنه بعد كوت ديفوار، باش كوت ديفوار قدرت 17 سنه باش دات كوت ديفوار كاس افريقيا في بلادها. يعني افضليه الارض والجمهور نستبعده، ولا انه نعترف بقوه المنتخبات. المنتخب المغربي قوي، المنتخب المصري قوي، السنغال قوي، الار دي سي كونغو. ونستعرض رفيق واحد قبل مجموعه بمجموعه. قبل ما نقول لك نعطيك احصائيات اخرى. تفضل. حنا نتكلموا ايضا على المناخ. حنا نقولوا مثلا شمال افريقيا تساعدنا وتساعد تونس وتساعد مصر وتساعد المغرب، لانه في نور افريقيا ممكن تديها، ولكن لانه التجربه اخرها 2019 الجزائر توجت اخر مره، ولكن في فصل الصيف مقارنه ماشي في الشتاء. الفصل كانت حراره شديده، وكانت حراره شديده، كانت رطوبه عاليه. كذلك كان فينال في السويس مع كوت ديفوار رطوبه لا تطاق والرطوبه عاليه. شوف وين تنظمت لاكان في 34 35 ايديسيون، هذه 34 ايديسيون الطبعه اللي فاتت 34 طبعه، 11 مره في شمال افريقيا. في 59 مصر، 65 تونس، 74 مصر، 82 ليبيا، 86 عفوا مصر، 88 المغرب، 90 الجزائر، 94 تونس، 2004 تونس، 2006 مصر، و2019 مصر، وحاليا 2025 المغرب. طيب كم من مره منتخبات شمال افريقيا توجت بالكان في شمال افريقيا لانها الرطوبه والمناخ يخدمهم؟ كم مره؟ نحسبها لك: 1 2 3 4 5 6 مرات، تقريبا 50%. فازت فيها 59 في مصر في بلادها، فازت
مصر من بعد 86 في بلادها، 90 الجزائر في الجزائر، 2004 تونس في تونس، 2006 مصر في مصر، و2019 مصر الجزائر في مصر. في هذه النقطة في أصل 6 مرات منتخبات شمال إفريقيا فازت بالدورة في شمال إفريقيا، من أصل 6 مرة واحدة برك منتخب شمال إفريقيا فاز خارج القواعد تاعو، هي دورة مصر اللي فاز بها الجزائر. سي لا سول ايكيب في شمال افريقيا، سي الجيري لا سول ايكيب اللي خدات لا كوب دافريك في شمال افريقيا اون ديبلاسمون. بقيه المنتخبات في شمال افريقيا التي توجت في بلادها. مثلا في ال 65 تونس ما داتش لا كوب دافريك، بس داتها غانا، ما داتهاش بلد منتخب من شمال افريقيا. في ال 74 مصر خسرتها مع الجزائر ولا فينال. 82 ليبيا المسمى القديم الكونغو الان 74 الجزائر لا دي سي كونغو، كانت الجزائر لا دي سي كونغو، لانه او 72 سيتي الكونغو اللي داتها. اتونسيون لا نيونس اللي لا لا دي سي كونغو اللي ولات من بعد الجزائر وعاود ولات لا دي سي كونغو، داتها في 68 في الاثيوبي، عندها كاسين 74 في ايجيبت، ولكن في 72 في الكاميرون داتها الكونغو، كونغو برازافيل. هناك كونغو ديمقراطيه وكونغو برازافيل. كونغو برازافيل، كونغو كينشاسا. كونغو برازافيل هي كونغو، جمهوريه الكونغو، والكونغو كينشاسا هي اللي ديتي كونغو اللي كانت الجزائر سابقا. فوالا قلت لك في ال 65 تونس نظمتها داتها غانا، 74 مصر نظمتها داتها لا ديسي كونغو اللي كانت الجزائر على ليبوك، 82 نظمتها ليبيا داتها غانا، 88 نظمتها المغرب داتها الكاميرون، وال 94 نظمتها تونس وداتها نيجيريا. شنو في 11 طبعه، واليوم في المغرب هي طبعه 12. الجزائر هو البلد الوحيد من شمال افريقيا الذي توج بالكان في شمال افريقيا خارج قواعد خارج القواعد. ونبدا مجموعه بمجموعه مع طاهر بورابه مع المخرج. المجموعه الاولى اللي فيها زامبيا، فيها جزر القمر، فيها المغرب كذلك. اذا حتى نتحدث عن ليست هذه مجموعة، هذه الجولة الأولى مجموعة الجزائر مع المخرج، ليست مجموعة الجزائر هي المجموعة الخامسة. ماذا بك لو تعرض علينا المجموعة الأولى التي تضم المنتخب، نعم، منتخب مالي، زامبيا، المغرب وجزر القمر. هذه هي المجموعة الأولى. قرأتك في هذه المجموعة طاهر، رفيق وحيد يصعب الترشيح، وفي الغالب أنه المنتخبات التي تستضيف ليس بالضرورة هي من تتوج في نهاية المطاف. بيان سور كي تشوف لي ستاتيستيك تاع رفيق قال لك الثلث في شحال قلت لي 34 تيار، ثلث واحد والثلثين ما داوش. تسمى هنا تفهم باللي كيما يقول لك شغل اللعبه مفتوحه، تسمى من جميع فريق من جميع منتخب يكون محضر مليح يقدر يفوز، لانه كل الظروف مواتيه هنا في الدوره هذه. انا نقول نتكلم لك على المجموعه الاولى اللي نشوفوا فيها المغرب والمالي، زامبيا والجزر القمر. كما نقولوا شغل ان جروب ماشي قوي بزاف. انا نقول بالك المالي والمغرب هو اللي نرشحوه باش يكون في الاول والمرتبه الاولى والمرتبه الثانيه. وتستبعد منتخب زامبيا من التأهل عن هذه المجموعة؟ ما نقولكش نستبعد، لكن شغل اللي فافوري سور بابي، اللي فافوري سور بابي تلقى الماروك والمالي. لكن كرة القدم الحالية انا قلتها لك من قبل، المنتخبات كلها تطورت، مي توجور يقعد البورسونتاج تاع ليكسبيريونس تاع لي جوار اللي يديروا لا ديفيرونس. كي تشوف انت الكاليتي جوار تاع المالي وتاع المنتخب المغرب، المالي كان قاب قوسين او ادنى من التأهل الى كأس العالم، لكن في اخر المطاف لم يتأهل. نو سي اون ايكيب اللي صافي بيان لونطون نشوفوا فيها تحسنت الكره الماليه بارابور مام في لي كومبيتيسيون نشوفوهم يروحوا لي كارت فينال وانت كي ينهزموا بضربه ترجيح. اسمع المنتخب اللي عنده كلمته في افريقيا، عنده سمعته في افريقيا. سي بور سا قلت لك بينه وبين زامبيا وجزر القمر جو بونس كو المالي والمغرب هو اللي مرشحين في هذه الدوره. رفيق واحد في هذه المجموعه، في هذه المجموعه رفيق واحد. لا اكيد كي تشوف انا في الدور الاول معاد، الدور الاول يمكن 24 منتخب، يعني باش الاحتمالات احنا حتى نتطرق نستعرض من البدايه. احنا في بدايه عشيه انطلاق الكان نستعرض مجموعه بمجموعه المنتخبات، وبعدها يمكن من خلال المستوى، من خلال المباريات تتضح الصوره شيئا فشيئا من خلال نتائج المباريات. لا اكيد انا في الدور الاول ناخذ كل مجموعه على حده.
ماناش نتكلموا اليوم شكون اللي يتوج باللقب، لا. في 24 منتخب، لي بروبابيليتي احتمالات تتويج الاقوياء او المرشحين الاقوياء والبارزين او منتخب البلد المنظم يعني تتراجع، لانه عندك 24 منتخب، ما عندكش في 8 منتخبات. هذه واحده. اليوم في الدور الاول ناخذوا كل مجموعه وحده، يعني كاين لي دو بريمي سيرتامون يجوزوا، ومن 6 مجموعات كاين لي 4 ميور تروازيام، احسن 4 منتخبات تحت المركز الثالث. يعني تحصيل حاصل انه المرشحين بالترتيب في المجموعه كما مترتبين في الطابلوه. عندك المغرب المرشح الاول، عندك مالي المرشح الثاني، عندك زامبيا المرشح الثالث، وجزر القمر يجي في اخر الترتيب. وبالتالي اعتقد انه في هذا الدور الاول، ونادرا اعتقد ما عنديش لي شيفر اكزاكت، نادرا انه منتخب البلد المنظم يخرج من الدور الاول. صارت لتونس في 94 مثلا. اعتقد انه اسكو لو سول كا، ما عنديش يعني الاحصائيات الدقيقه، ولكن في 94 تونس خرجت من الدور الاول، وكانت يعني حاجه اكسبسيونال. وبالتالي في الدور الاول هذا في مجموعه المغرب اعتقد انه المغرب يجوز يعني بطريقه سهله هو ومالي للدور الثاني. يبقى صراع زامبيا، انا نقول هكا لوجيكمون، صراع زامبيا مع مجموعات اخرى على بطاقه المركز الثالث اللي ياخذها 4 منتخبات من اصل 6 مجموعات. اذا بعدما تطرقنا رفيق واحد للمجموعه الاولى، نستعرض عليكم المجموعة الثانية خلال نهائيات كأس إفريقيا. سنظهر على الشاشة المجموعة الثانية والمنتخبات المشكلة لهذه أو التي تتكون منها المجموعة الثانية رفقة المخرج. المنتخب المصري، منتخب جنوب إفريقيا، وكذا منتخب أنغولا ومنتخب زيمبابوي. طاهر بوراب، هذه مجموعه براتيكمون بارابور الاولانيه، هذه مجموعه فيها مصر، جنوب افريقيا، انغولا، زيمبابوي فريق لا باس به. انا بور موا سي بارمي فليسي جروب. انا نقول هذه المجموعه تكون هي القويه، هي والمجموعه السادسه كي نلحقوا المجموعه السادسه لازم نتكلموا عليها. فيها مصر، جنوب افريقيا، انغولا فريق لا باس به كما قلت لك هو وزيمبابوي. باتريس بومال مع فريق الانغولا. فكما قلت لك هذه المجموعه هذه احسن تكون النديه تكون فيها اكثر من المجموعه الاولى. رفيق واحد اكيد يعني مش المنتخبات يقولوا. هل تعتقد انه المنتخب المصري مرشح فوق العاده في هذه المجموعه؟ لا، مرشح فوق العاده لا، يجوز اكيد، ولكن ما نقولش بصعوبه، لكن يصيب كما قال المصاب والنديه، يصيب النديه مقارنه بالمجموعه الاولى. يعني اللي المنتخبات المرشحه قلنا المغرب ماشي يصيب بالك نديه كبيره، لكن منتخب مصر يقدر يصيب نديه في الدور الاول، لانه المنتخبات عندها طموح كبير انها تجوز للدور الثاني، وبالتالي حنشوفوا مباريات مثيره في المجموعه الثانيه. في المجموعه الثالثه، المجموعه الثالثه الان خلال نهائيات كاس افريقيا نعرض عليكم مجموعه بمجموعه. سعرضنا عليكم المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه، والان المجموعه الثالثه التي تضم منتخبات نيجيريا، تونس، اوغندا وتنزانيا. رفيق وحيد، ما رايك في هذه المجموعه؟ تبتسم رفيق. اكيد منتخب تونس طلع في مجموعه، ما نقولش مجموعه الموت، لكن اعتقد انها مجموعه اقوى من المجموعه الثانيه. يعني شفنا لماذا لو تشوف المنتخبات اوغندا، نيجيريا. لا، نيجيريا سيفري ما راحوش لاكوب دي موند، ولكن يبقى منتخب قوي جدا. شفنا باتريك لوغوندا، شفنا ديجا لوغوندا في السنوات الاخيره، اروح من 2019 على الاقل واليوم، يعني يديروا لك يعني مشاكل اونت كيمي في دوزين فاز فينال تاع كوب دافريك. يعني ماهيش من السهل تفوز عليهم. حتى اعتقد ما نقولش منتخب تنزانيا من المرشحين، ولكن ما راحش يكون نفسه موش جزر القمر. يعني مع احترامي جزر القمر، عنده بيتيت اكسبيريونس بارابور جزر القمر، وبالتالي ممكن راح يشكل. نتكلم على منتخب تونس، يعني المنتخبات العربيه ممكن راح يشكل له خطر، وبالتالي هي مجموعه اقوى بكثير من المجموعه الثانيه. من المجموعه الثانيه، ما رايك في هذه المجموعه طاهر بوراب، ومن ترشح عن هذه المجموعه لاعتلاء الصداره؟ هي شوف، هي نيجيريا وتونس هما اللي نرشحهم يكونوا في المرتبه الاولى والثانيه. لكن قلت لك تكلمت لك على الفريق التنزاني اللي بقياده المدرب غاموندي، المدرب السابق لشباب الوزداد، والمنتخب الاوغندي شاهدناه في
في لي ديرنيير بارتيسيباسيون تاع تاع الكاميرون والكوتيفوار شفنا منتخب اللي فريق اللي تحسن. واش قلت لك في الديبي معاد، كل المنتخبات تطورت، كل المنتخبات عندها اساليب لعب. ان شاء الله نشوفوا بركة بون تورنوا، هذا هو المهم ان شاء الله. ان شاء الله. المجموعه الان رابع مجموعه خلال نهايه كاس افريقيا. نستعرض عليكم المجموعه حتى تظهر في الشاشه. المجموعه الرابعه لنهائيات او خلال دورة نهائيات كأس افريقيا، وبعدها سنتجه الى المجموعة الخامسة التي يكون فيها منتخب الجزائر، اذا السنغال، الكونغو الديمقراطية، رفيق وحيد، والمنتخبات البنين وبوتسوانا. تقريبا مجموعة في صالح المنتخبين، في صالح السنغال والكونغو الديمقراطية مقارنة. حتى البنين، المنتخب البنيني ادى تصفيات في المستوى، تصفيات مؤهلة الى كأس العالم، كان من بين المنتخبات المرشحة، لم يكن سهل المنال. ومنتخب بوتسوانا الذي كان رفقة الجزائر في نفس مجموعة تصفيات نهائية كأس افريقيا. هنا كان نقول لك، نقدر نقولوا 3 منتخبات اللي مرشحة تروح بعيد. انا عندي ميم لا دي سي كونغو نقدر نعتبروه اوتسايدر، يعني من المنتخبات اللي ممكن تحدث المفاجأة، ممكن توصل نصف النهائي. يرشحون المنتخب لا دي سي كونغو وي باسكو ستابل، راهم لا دي سي كونغو طالعين بخطى يعني طالعين كريشاندو من حتى صاعدي. واليوم شفناهم كانوا قاعدين يروحوا لاكوب دي موند اقوياء، كانوا في المركز الرياضي، خسروا ماتش على دوميسيل وراحوا لي باراج، ربحوا لي 2 ماتش تاعهم وهم رايحين لي ماتش باراج. وحتى الصحافه العالميه ترشحهم انهم يروحوا لاكوب دي موند، ومن في لاكوب دافريك قادرين يحدثوا المفاجاه ويدوها. يعني طبعا الاخيره جوبونس كانوا قادرين يدوا كوب دافريك، يعني ما تحكمش على الاسم ولا قال التاريخ تاعهم كان في لي زاني 70 وخلاص، لا، المنتخب هذا ولا بقوه كبيره جدا. ولو انه اخبار انه نيجيريا احتجت على لا دي سي كونغو، يقولوا عندهم لاعبين ما تاهلوش رسميا من الفيفا، وحابين هما يروحوا بلاصتهم لي باراج هذاك الملحق العالمي في مارس. ولكن اذا بقات هذا المنتخب ما كانش دي سانكسيون، انا نقدر نرشح لا دي سي كونغو يدوا كوب دافريك، يقدروا يديروا مشاكل ويدوا كوب دافريك. عندك هنا هما والسنغال مرشحين فوق العاده انه يدوا كوب دافريك، كما عديد من المنتخبات اللي عندها يعني القوه تدي كوب دافريك. وزيد معاه منتخب البنين اللي يقدر يخلط اوراق هذه المجموعه. البنات داروا براتيكمون كانوا دايرين ان با في الكوب دي موند، مع الاخر نون با توني وراحت لهم بطاقه تاهل كاس العالم، وبالتالي المجموعه تكون مجموعه ناريه. منتخب سنغالي الذي يرشحه رفيق وحيد، والمنتخب السنغالي الذي حظي باستقبال كبير أو بدعم كبير من الجماهير السنغالية. أكثر من 60,000 متفرج من الجماهير السنغالية كانت حاضرة بدكار، بالسنغال بالملعب في آخر حصة تدريبية قبل التنقل لخوض نهائيات كأس افريقيا. كان هناك حجي ضيوف، كان أثناء الحصة التدريبية تشعر وكأنه ما بين الجماهير وما بين اللاعبين وما بين كلهم كطاقم هنالك ثقة متبادلة. ورفيق وحيد يرشح السنغال في هذه المجموعة ليس للتأهل عنها طاهر بورابا، ولكن للتتويج بكأس افريقيا من الآن. السنغال ولا دي سي كونغو؟ ولا دي سي كونغو. كنتكلموا على السنغال كي نشوفوا لي 24 ناسيون، القيمة السوقية هي الفريق المنتخب السنغالي هو القيمة السوقية هو أغلى فريق. لما تشوف مام جودة اللاعبين تاع فريق السنغال، كي تشوف سايدو ماني، تشوف كوليبالي، ماندي، ان افيكتيف لي اكطوالمون من 2019 الباركور اللي داروه في 2023 و 2024 في الكوتيفوار، منتخب وشفناه في المونديال وتأهل للمونديال، منتخب مام حتى كي نشوفوا الكرة تاع السنغال طورت كثير بارابور لي زاني بريسيدون. كنا نشوفوا الكاميرون، كنا نشوفوا مصر، كنا الان المنتخب السنغالي من لي انا احسن منتخب في القاره. السنغال كي نشوف كاليتي الجوار، مام حتى كيما نقولوا لي زاكاديمي تاعهم والانديه تاعهم يخدموا اللاعبين ويشوفوهم من السنغال يروحوا ديريكتومون لوروب ويلعبوا في دي غران كلوب. تشوف باركمونت كيما نشوفوا اللاعب لو جان كامارا سار هذاك كان في جينيراسيون اكاديمي، راح لمات الان وتطور كثير. انا المنتخب السنغالي عندنا شاطر
رفيق واحد. انا وهي كاين شراكه ما بين جينيراسيون اكاديمي وما بين ماتس. الاولويه في كل مره اللاعبين كل اللاعبين يروحوا من جينيراسيون اكاديمي مباشره الى ماتس، مثلا 3 4 5 لاعبين الافضل، وبعدها ان كان هنالك فائض يتم تحويلهم لانديه اخرى، ولكن الافضليه او الاولويه في كل مره لنادي ماتس. في علاش واش قلت لك المنتخب السنغال الفيدراسيون سينيغالاز خدمت صافي واحد 10 ولا 15 خدموا داروا لي زاكاديمي، طورت الكره كثير في السنغال. المنتخبات تاعهم كلها مش المنتخب الاول بيان سور يو دي 17 اللي بارتيسيبي محليين دي 17 حتى الكره النسويه، حتى الكره النسويه تاعهم تطورت. غير ايفا 3 اللي راه لي جوز اولمبيك مع مالي مي توب نيفو. في المجموعه الرابعه انا نقول كما قال وحيد السنغال والكونغو الديمقراطي. الكونغو الديمقراطي فريق ثاني لا باس به اللي شاهدناه الدوره السابقه اللي انهزم في الدور النصف النهائي مع فريق كوتيفوار بهدف ل0، والان راهو في الماتش باراج براتيكمون ترقيم نقولوا يجوز والله كوب دي موند. هذه المجموعه فيها السنغال والكونغو حتى البنين منتخب ما لا باس به، وكان قدم التصفيات راحت له 1 بوان على جنوب افريقيا. ان شاء الله هي المهم، احنا نتمنى بموعد نشوفوا دوره في المستوى ان شاء الله. ان شاء الله. طاهر بورابا، نعرض عليكم المجموعه الان الخامسه، المجموعه الخامسه التي تضم الجزائر رفيق وحيد، بوركينا فاسو يبتسم رفيق وحيد، السودان وغينيا الاستوائيه. لدينا ذكرى سيئه مع منتخب غينيا الاستوائيه رفيق وحيد. احيانا الجمهور الجزائري ربما يكون سعيد لما يقع في مجموعة تضم منتخب على الورق قوي أو يمكن أن ينافسه، مثل اليوم في هذه المجموعة منتخب بوركينا فاسو، وهنالك منتخب السودان ومنتخب غينيا الاستوائية. قرأتك هذه المجموعة رفيق واحد؟ شوف نقول لك على الورق نجوزو الدوزيام تور كما كنا نقولوا افون، ولكن البريمي ماتش نولي 2023 في الكاميرون كوت ديفوار. توجور البريمي ماتش هو اللي يحطم لك المعنويات ديالك، يعني يكون دائما في مباراة معيارية. نو هي شوف عندك 3 ماتش سي فري راك سيستم شامبيونا عندك فرصه تدارك، ولكن في كل مجموعه جينيرالمون يكونوا 2 مرشحين كما تقول هكذا. حنا وبوركينا فاسو باينه المرشحين، من قبيله السنغال لا ديسي كونغو وروح باش يكون جروب تصيب فيه نيجيريا وتونس مثلا، ولكن دائما يكون في جروب واحد نسموه اوتسايدر ممكن يقدر يروح بعيد ويحدث المفاجاه. اذا البريمي ماتش جينيرالمون ما تلعبش مع لي دو فافوري، ما يتلاقاوش كيف جينيرالمون في البريمي ماتش ما يتلاقاوش. انت الا عطيت البريمي ماتش تاعك راح تصعب لك المهمه معنويا وبدنيا وفيها بعض حساباته، بالتالي لازم البريمي ماتش ما تعطيهش. نقول لك انا على الورق نجوز لا نرشح الجزائر اكيد وبوركينا فاسو، هذا مؤكد، ولكن لازم تتبع يعني كاين عامل مفاجاه. ما نقدرش نقول لك ميسيون فاسيل، لازم تربح منتخب السودان في المباراه الاولى. افون درنا مع سيراليون ماتشنيل في الكاميرون، البدايه كانت متعثره ومن بعدها احنا من بعد مع لاغيني ايكواتوريال ربحونا في الكوت ديفوار 1-0. مانيش غلط هكا سي بلوتو في الكاميرون ربحنا الماتشين بعد حبسونا لا سيري لاغيني ايكواتوريال. هذا لو كونكورون ديريكت تاعك كان كوت ديفوار على ليبوك، خلاص سي فيني براتيكمون ولات الميسيون براتيكمون امبوسيبل معنويا حتى النهار. في الدوره تاع الكوت ديفوار براتيكمون درنا 2 ماتش نول، دو ماتش نول مع انغولا ودوزيام لو كونكورون مع بوركينا فاسو. تروازيام ماتش اللي كان يعني السيناريو كان مغاير على دوره الكاميرون مع ليكيب اللي ربحت في موريتانيا. لو تعادلنا تكاليفيو 3 تعادلوا نروحوا ما رحناش، اللي في بسيكولوجيك يعني بوكو فاكتور يدخلوا في اللعب، ولكن هذا من الاستثناءات تاع الدورات الكبيره المغلقه، ماهوش القاعده. هذا استثناء انك تخسر او ما تربحش مع منتخب او ما تتاهلش في مباراه تبدو سهله. هذه استثناءات. اعتقد جيسبر كو اون فا ايفيتي سا في هذه الدوره. اذا بدينا بانتصار امام السودان على الاقل المنتخب معنويا سيتحرر، الجماهير ستتحرر من عقده الخروج من الدور الاول. انا سؤال رفيق واحد اطرح عليك هذا السؤال، تتحدث من عقده الخروج من الدور الاول. اليوم المنتخب الجزائري منذ الفوز بكاس افريقيا 2019 لا يجد صعوبه في التاهل الى كاس افريقيا.
2021 و2023. لكن في كأس افريقيا دورتين متتاليتين، خروج مخيب. هل هو اليوم هل المستوى الذي سيظهر به المنتخب الجزائري سيحرره نفسيا وسيحدث قطيعة مع ما حدث في السنوات الأخيرة بالخروج من الدور الأول أم لا؟ شوف معاذ، في السابق اعتقد انه كان الوصول الى نهائيات كاس افريقيا كان صعب، لانه كانت في وقت في لي 8 منتخبات 8 منتخبات تشارك، يعني التصفيات راح تطيح مع لو فابل مع لو فور ولا مع لو موان فور، يعني منتخبات قويه باش تلحق بارمي لي 8. اليوم طلع على من 8 ل 12 ل 16 24. التصفيات راح تكون سهله، وحتى في الدور النهائيه يفترض ان تكون سهله على الاقل في الدور الاول. لكن تطور الكرة الإفريقية جعلت اليوم القول بأن مرور المنتخبات المرشحة إلى الدور الثاني هو تحصيل حاصل أصبح خطأ، لأنه عديد من المنتخبات اللي عندها طموح وطورت كرويا تقدر تخلق لك مشاكل، وبالتالي تحولت احنا اليوم الكوب دافريكية تحولت إلى عقدة، لأنه خرجنا دفع من البرميتور 6 مباريات ما ربحناش. اخر انتصار في دوره نهائيه للجزائر هي في نهائي كاس افريقيا 2019 امام المنتخب السنغالي، هدف مقابل 0 في مصر. وبالتالي اليوم عندنا التحدي انه تفوز، ماشي غير تجوز، ما تجوش ميو تروازيام، لازم تجوز بريمي على الاقل، ترجع الهيبه هذيك تاع المنتخب الجزائري وتتخلص من عقده الدور الاول، ومن بعد تخمم في دور خروج المغرب انك تروح الى ابعد حد. دائما اليوم نقول لك حتى هو خرج انت من الدور الاول با فورسيمون انت كنت موفي، با فورسيمون ما قدرتش تجيري البريميتور وتخرج وسي بون التاريخ يكتب انك بقيت في الدور الاول. ناخذ له كان تاع الكوت ديفوار في الطبعه الاخيره في بلادها، خسروا 4-0. موفي رفيق وانت دورتين متتاليتين. لا حبيت نقول لك، لا ما نقول لك كنت موفي في الدوره، بصح با فورسيمون المنتخب تاعك فابل، لانه المنتخبات الضعيفه صعب انه اليوم تسقط وتعاود تولي، تسقط وتعاود تولي، شكون يعاود يولي؟ ولكن اذا لم تحقق نتائج في دوره مغلقه مماثله، كيف يمكن ان نحكم عليك انت ماكش منتخب ضعيف وانت منتخب في المستوى؟ والحكم على انه منتخب يكون في المستوى من خلال النتائج في الدورات المغلقه. شوف معاذ، انا عندي قناعه انه لا باز تاع نادي ولا منتخب، نهضروا لا سيليكسيون اللي بلو فاسي، انه لو شوا العينه راهي كبيره جدا. لا باز سي لا كاليتي تاع لي جوار، لو طالون لي كاليتي تاع لي جوار هي الاساس. اذا عندك يعني منتخب او في بلاد عندك لو طالون، عندك لي جوار تقدر تبني عليهم، ولا انت بلاد ماشي تاع كره القدم ما عندك لا سونت فورماسيون، ما عندك الموهبه، ما عندك ولا شيء، حتى دير الاموال والتنظيم وتجيب لي زيترونجي لي سون دو فورماسيون وصعيب. في مدغشقر دار غيولي، دار في بارادو، داروا نفس المشروع براتيكمون سي با لو ميم برودوي جوور. كان ديرها في السنغال تنجح، ديرها في مالي تنجح، لانه لو طالون هو الصح، لا كاليتي تبني على اللاعب. نعطيك لا غيني مثلا، لا غيني عندهم لاعبين موهوبين رائعين جدا، كانوا قادرين يروحوا ميم لا كوب دي موند. واش خصهم؟ الامكانيات. دي ستاج الاخر قبل ليك ناسيونال ما داروش ستاج، يعني غياب الاموال والامكانيات والتنظيم كل شيء خلى هذا المنتخب ماشي قادر يروح بعيد، سي بون ما قدرش يروح بعيد. وعليه قلت لك لو المنتخب غينيا هذا مثلا اللي يقولوا مثلا يقصى من كل المسابقات الكبيره، ما كانش منتخب غينيا، ينفع تعطي له لي موايا، عندهم اللي طالوه يقعد كاليتي الجوده كاينه، الجوده كاينه، تعاود تعطي له لي موايا وتعاود تعطي له التنظيم الصحيح وتعطي له لي تكنيسيان لي ميور، يعاود تمتم يعاود يولي. وعليه قلت لك حتى ولو ما يروحوا حتى كومبيتيسيون لا غيني هذوما سافو با دير بلي هذا منتخب ضعيف وتحكم عليه كيفو كيما واحد لعب بور بروميير فوا لا كوب دافريك. موريتانيا ربحت الجزائر ودارت لا بريمير فيكتوار تاعها في لا كوب دافريك، مع احترامات المنتخب موريتانيا، ولكن ما عندوش تقاليد، راهو بدا يعني يهتم بكره القدم، ينظمها، يحوس على لي طالون. صعب انه يوصل للنهائي كاس افريقيا مثلا ولا يدي كوب دافريك، مي لا غيني ولا لا دي سي كونغو ولا جو سي با السنغال مثلا مام يغيبوا لفتره وما توجوش السنغال شحال حيتهم كاع اون سيل فوا حتى ريسامون، ولكن يبقى كبير لانه عنده تقاليد. الجزائر خرجت مع بالماضي اللي دات كوب دافريك اون 2019، خرجت دو فام بريمي تور، عندنا لو طالون هنا ولا عندنا لو طالون، لكن اجتمعت عوامل اللي خلتنا نخرج من البريميتور، عده عوامل خلتنا نخرج من البريميتور. لو تروح هذه العوامل ونصحوا الاخطاء تاعنا
في الكوتشينغ، في الشوا تاع لي جوار، عندنا الامكانيات، لو فو سبيسيال، بوكو جوار، اذا بوكو تشوز، بوكو دو فاكتور يجتمعوا باش يخليك قوي، باش تولي يعني تتضارب على المنتخبات الكبرى باش تدير كوب دافريك. حنا لو طالون كاين، الموهبه كاين، غلطنا في بعض الاشياء في لي دو زيديسيون اللي فاتوا خلاتنا نخرج من الدور الاول، لكن لا يجعل منا منتخب ما عندوش حظوظ انه يتوج بكاس الافريقيه. اليوم نتكلموا على الجزائر من بين المرشحين، لانه قادرين نروحوا بعيد. جبنا اونطري جديد برؤيه جديده، ما نقولش اللي قديم ماشي مليح، جاب لي كوب دافريك ودار دو زيشاك. عاد جبنا رؤيه جديده، لاعبين موهوبين، عندنا الخبره، عندنا لو طالون، كل الامكانيات متاحه. يبقى انه كل شيء مبني على المدرب، خياراته وطبيعه لي زادفيرسير اللي اليوم تحدد مصير المنتخب الجزائري. هذا هو الفرق بين منتخبات اللي تسقط وتعاود عندها القدره تعاود تولي، وبين المنتخبات ما عندهاش تقاليد في نهائيات كاس افريقيا. في نهايه كاس افريقيا، طاهر بورابه، رايك في قراءتك لمجموعه المنتخب الجزائري؟ ورفيق وحيد يقول انه الجزائر من بين ليست المرشحين للمرور على هذه المجموعه، ولكن بين المرشحين اليوم حتى للتتويج بكاس افريقيا. وي بيان سور، اللي تشوف الجوده تاع اللاعبين وتشوف التركيبه البشريه تاع المنتخب الجزائري، انا نقول لك المنتخب الجزائري بارمي لي فافوري تاع اللي يفوز بالكاس افريقيا هذه. لما تشوف انت اللاعبين اللي فيها، تشوف الاكسبيريونس اللي عندهم، باسكو انت كي تشوف بالك انت لي دو كابيتان محرز ومانديسي لا سيزيام كومبيتيسيون تاعهم في لا كوب لا كان هذه، لاعبين كوب دي موند 2014. زيد يا سارتان جوار اللي كاين 7 جوار اللي داو لا كوب دافريك 2019 وعاشوا كيما نقول لك ليليميناسيون تاع من بريمي تور. تما يا سي ديكسبيريونس في هذا الجروب هذا. انا نقول الجزائر نورمالمون هي واش قال لك رفيق مقبل، بريمي ماتش سي تري امبورطون، هو الاول. علاش؟ هو مفتاح الدوره. علاش بريمي ماتش لو تفوز زعما 2-0 ولا 3-0 تدخل في تورنوا الاز، تربح 1-0 تدخل في تورنوا الاز. علاش تدخل في تورنوا الاز؟ تولي ما عندكش لا بريسيون تاع الدوزيام ماتش تاع يلزم تربح. عندي 3 نقاط نروح دوزيام نربح، راني تكاليفيت قبل لو دوزيام ماتش، ماشي تكاليفيت، مي تكون بسيكولوجيكمون ما يكونش عندك الضغط تاع يلزم تفوز بالمباراه الثانيه والمباراه الثالثه. خاطر واش يكون عند زعما اكزومبل نقولوا المباراه الاولى مع السودان، فريق السودان اللي عندنا اكسبيريونس معاه نعرفوه الان، شفناه في لاشان براتيكمون ليفيكتيف اللي يلعب لاشان ويلعب لا كوب داراب هو اللي راح يكون في لا كوب دافريك. تما فريق اللي نعرفوه، تما عندنا نظره عليه. يلزم علينا نفوزوا على المنتخب السوداني هذا، لانه علاش كي تقلب لي 3 بوان معاد بريمي ماتش تربح نقولوا 1-0 ولا 2-1، مباراه تكون صعبه ولا عندك الوقت تصحح الاخطاء تاعك، بصح ما عندكش بريسيون تاع ريزولطا. الدوزيام ماتش والتروازيام ماتش عندي 3 بوان، قعدوا لي 2 ماتش. بوركينا فاسو هو الكونكيرون نيميرو 1 كما نقول لك المرشح الثاني. فوالا خوتي وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان الفيديو كون نال الاعجاب ديالكم، يكون حسن الظن ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش بواحد لايك، بارطاج الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش توصل جميع المغاربه في جميع انحاء العالم. خوتي خليت لكم راحه، نتلاقاو في جديد. تهلاو.